تحولات سريعه خياليه. المغرب نيجيريا، قمة إفريقية بكل المقاييس، نصف نهائي فيه القوة، فيه التاريخ، فيه طموح نهائي لا يقبل قسم على اثنين. بالنسبة لي هذه المباراة غتكون أصعب للمغرب من مقابلة النهائي اللي غيكون فيها سوا السنغال سوا مصر. المنتخب الوطني كيدخل بواحد الثقة كبيرة بناء على شنو قدم في الماتش ديال الكاميرون، وهذا الشيء ماشي بسبب النتائج فقط، مي حتى بالنضج التكتيكي اللي بين. عرفنا كيفاش نديروا اللحظات الحاسمة، امتى نديروا الضغط، وامتى نرجعوا نهدئوا لو ريجيم، وامتى نقتلوا الخصم بالتحولات السريعه. بالنسبه لي المغرب عنده 3 ديال النقاط اساسيه اللي يقدر يبني عليهم باش يربح هذا الماتش هذا. تنظيم دفاعي عالي، بطبيعه الحال ملي كنقول تنظيم دفاعي عالي ما كنعنيش خط دفاع، لانه اول خط دفاع متين كنلعبوا به هو ال 20 متر ما بين خط الهجوم وخط متوسط الميدان. ثاني حاجه متوسط ميدان متوازن بين الافتكاك والبناء، كنا دوينا عليها في البودكان اننا نحاولوا نقطعوا الكره نبنيو هذيك الساعه وما نرجعوش نديروا بيلد اب من الدفاع. ثالث حاجه اسماء قادره على صنع الفريق من انصاف الفرص، وهنا كندوي على ابراهيم دياز، سيباري وحتى ايوب الكعبي. بينما نيجيريا واحد المنتخب بسيط ما كيعقدهاش، كره مباشره، قوه بدنيه، وتحولات سريعه خياليه، والسرعه رهيبه على الاطراف. هي واحد من المنتخبات الاخطر في افريقيا في ضرب المساحات. خليتي لها المساحات مزيان غتقتلك، ما خليتيش لها مساحات غادي تكريهم عموديا. مفتاح الماتش بالنسبه لي هو اننا نهرسوا الايقاع البدني ديال نيجيريا وما نخليوهاش تفرض السرعه ديالها والقوه ديالها في الالتحامات كيف ما دارت مع الجزائر، لانه نيجيريا ممكن انها تفوق على كرويا يعني تقنيا، الدراري كويريه بزاف، ماشي معك السرعات البدنيه. هذه المباراه غيربحها الاكثر تركيزا والاكثر ذكاء في القرارات، وكنتمناو نقدموا نسخه متقدمه من داكشي اللي لعبنا به كونتر الكاميرون، لانه هو المفتاح ديال النهائي. في الفيديو الجاي غنديطاي نيجيريا اكثر. stay tuned.